السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. معاكم أحلى الأكلات في مطبخ حرونور. فيديو النهاردة جميل جدا جدا. جايبها لكم من على السوشيال ميديا، أو الوصفة بتاعت الشيف نادية السيد. طبعا دايما مبدعة، ودايما يعني بتبدعنا بوصفاتها الجميلة بإذن الله. واحنا كلنا بنحاول ان احنا نجرب الوصفات الجميلة دي بإذن الله. وصفة سهلة جدا جدا. هي أصلا الوصفة بقالها سنتين معمولة على اليوتيوب، وجايبة 13 مليون مشاهدة. الوصفة جميلة جدا جدا، سهلة، بدون ميكرويف. الجاتوه ده بدون ميكروويف، بدون فرن، جميل جدا جدا. مكونات موجودة كلها في البيت، مش هتحتاج اي حاجة من بره. ومدة 15 دقيقة بالكتير هتكون مجهزاه في الخلاط، ومسويها على النار بطريقة سهلة جدا جدا. اي بنوتة ممكن تعمله. بهدي الفيديو ده لبنات اخواتي وبقول لهم يجربوا الوصفة، عشان وصفة حلوة جدا جدا. انا جربتها، حلوة، هتعجبهم بإذن الله. جربوها واكتبوا له في التعليقات ايه رأيكم فيها. اتمنى يا رب تعجبكم. اول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. في شفشق الخلاط معايا كوباية من السكر، كوباية من اللبن، ونص كوباية من الكاكاو. اي كاكاو عندك يكون نوعيته نظيفة، ويا ريت يكون الكاكاو الاسباني الخام. تمام. انا حطيت الكوبايه من الزيت عليه، فتقل معايا بسرعه. تمام. القوام حابه تحب تحط الكاكاو الزيت سرسوب كده، مفيش اي مشكله. شايفين القوام حلو جدا جدا جدا. وينفع معانا لحشوات كتيره جدا جدا. نستخدمه في حاجات حلوه. والصوص ده جميل جدا وطعمه حلو. وحطيت معاه رشه من الفانيليا. اول حاجه معانا بقى عشان نعمل الكيكه بقى. عملنا الصوص، هنعمل الكيك. معايا بيضتين، كيس من الفانيليا، ضربتها ضربتين في الخلاط، وصبيت الخليط في الطبق. معلش اللقطة بتتعاد تاني. صبيت الخليط في الطبق، ومعايا كوباية منخولة من الدقيق، كوباية واحدة بس منخولة من الدقيق. ومعايا معلقة كبيرة من البودر. خلطت المكونات كلها مع بعضها، ونراقب الخليط. لو لقينا الخليط محتاج معلقتين من الحليب، هنحط له معلقتين لحد ما القوام بتاعه يظبط. عايز معلقة من الدقيق، مفيش أي مشكلة خالص. إن القوام ده في إيدينا ممكن نشكله لحد ما القوام بتاعه يبقى مناسب. معايا المجات بتاعتي. الوصفة ممكن مش شرط مجات، ممكن تعمل مجات ازاز. طواجن بتاع الحلويات، بس ندهنها كويس بالزيت قبل ما نحط فيها الخليط. ندهنها بالزيت. انا عن نفسي الوصفة الخليط محطوط تلتين المج. انا عن نفسي حطيته نصه عشان يبقى فيه مسافة للصوص. دلوقتي انا خلصت الخليط، والخليط عمل معايا 5 مجات. حطيت مية مغلية حوالي ربع المج كده من تحت، مية مغلية، وحطيته على نار متوسطة. وغطيت الطبق، الغطا اللي هغطي بيه بفوطة عشان ما ينزلش قطرات مية على الكيكة بتاعتنا. ما تصورش يا جماعة، كيكة هشة جدا جدا جدا، أحلى من اللي بنعملها في الفرن مليون مرة، وأسهل وأجمل. الخطوة دي اختياري. لو انت حابة تحطي معلقتين لبن هتحطي معلقتين لبن، مش حابة مفيش أي مشكلة خالص. هي كده كده الكيكة هشة وطرية، مش محتاجة أي حاجة خالص. بس هي الوصفة الأساسية فيها كده. يعني هي كده كده بتزود من الطراوة بتاعتها. تمام. شايفين الخليط جميل جدا جدا. تقول معانا القوام بتاعه حلو والله، جميل جدا. شايفين هنحط طبعا. انا بالنسبه لي المجات ناقصه شويه، لان الكميه اللي انا حطاها قليله شويه، فواخده معايا الصوص، كميه صوص حلوه، فمديه طعم اجمل كمان. تمام. فانت حابة تحطي اعملي تلتين ويبقى الفوم عالي، انت براحتك بقى. فانا عن نفسي حاطه نص الفنجان بس. شايفين ما شاء الله الجمال، تحفة. جميل جدا جدا، سهل وبسيط. وزي ما قلت لحضراتكم ما خدش مننا وقت خالص. هم 10 دقايق بالكتير خالص. اختبرتها بالخلة، لقيتها طالعة نضيفة. في ملحوظة مهمة جدا، ان احنا ما نخرجش الفناجين من المية، لا، نطفي النار عليها ونسيبها في المية السخنة. ما تقلقوش خالص، مش هيجرالها اي حاجة. نسيبها في المية السخنة لحد ما تهدى خالص وتبرد، ونطلعها بشويش كده على المطبخ. تمام. ما نخرجهاش بسرعة من المية.